فوانا طالع كان القى وياها ولدها. فالولد ظاهرنا سوى مشكلة عند الباب، ظاهرنا فلت من ايدها وشيء، فقالت بصوت عالي تعال تعال الله يلعنك فشلتنا، الله يلعنك، تلعنه عشان فلت من ايدها. مشكلتنا في مجتمعاتنا ان نقول كلام وما نحس بالنتائج. اصلا في نتائج على الكلام اللي نقوله، لكن احنا ماكو احساس من داخل. اشهر كلمة تنقال في مصر الله يخرب بيتك، لين المصريين 3/4 بيوتهم اختربت، البلد مو مستقرة صار لها 5-6 سنوات. ليش ما يكون من هالدعاء؟ وسوريا الله يفك عوقهم، اكثر كلمة تنقال عندهم لك تأبرني او تأبريني، لين الشعب نصه انقبر. عدل ولا انا غلطان؟ هذه كلمات تجاب من عند الله، وكلمات نقولها شبه يوميا لكن ما نحس بنتائجها، مثل الله لا يوفقك. الناس صار بينهم نزاعات ما حد يداني الثاني، او مثلا كلمة الله ياخذك، الواحد عايش بيننا فجأة يموت. وفي كلمة هابين فيها على بنها عادية، الله يفشلك، اسكت اسكت الله يفشلك، لين انتشرت بين الفشيلة والفضيحة وما حد قام يستر، ولا قام احد يعرف يستر اصلا. وبعدين نسأل نقول ليش عيالنا ما توفقوا، وليش فلان ما توفق؟ اي مو منك ومنك انتي. اختاروا الكلمات، اللغة فيها مليون كلمة جميلة، نختار الكلمات اللي ما هي زينة. إذا أنت متعود لسانك على لفظ الجلالة، أنه مثلا يذكر دائما أنه الله ياخذك الله يفشلك، يعني متعود على لفظ الجلالة، بدلها، خلها الله يصلحك الله يهديك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا بالنار، يعني كلمة ما يوزنها ممكن تهوي فيه بالنار. وأخيرا قولوا الكلمات اللي فيها خير وبركة، الكلمات اللي تجمع ما تفرق، وتذكروا أن هناك ملك يؤمن على ما تقول، كل ما تدعي يرد عليك ويقول لك مثل هذا.